مرحبا بكم شوية ماما. قبل ما نبدا الوصفه تاع اليوم حبيت نشكركم بزاف على فو ميساج اللي بعثوهم لي فيسبوك، يعني نهار عيد ميلادي، وعلى التهاني تاعكم بمناسبه ازدياد ابني. ونقول لكم يعطيكم الصحه، وان شاء الله ربي يحفظ ولادكم، وربي يرزق كامل المؤمنين باذن الله بالذريه صالحه. وسمحوا لي اذا ما كان جي با طون دو ريبوندر كامل لي ميساج. قلت لكم ندير une pause ندير لكم ان شاء الله. دونك جو vais essayer de faire au moins une recette par semaine، وان شاء الله بالعقل نعاود نولي ندير لي ريسيت كيما قبل. الوصفه تاع اليوم كنت وعدتكم بها، هي حندير لكم الوصفه تاع الحرور اللي شتوي بزاف نطيب به. قلت لكم باللي الحرور سي ان ميلونج ديبيس، يعني خليط من التوابل، وحنعرفوا بلي التوابل مهمه جدا، يعني عندها مكانه كبيره في الطبخ الجزائري والطبخ العالمي. نشوفوا برك يعني في كامل البلدان عندهم، كيما في المشرق عندهم 7 بهارات، كيما في تونس عندهم التابل، كاين في المغرب حتى في الجزائر عندنا راس الحانوت. داير كاين بزاف اللي قصاوني اسكو الحرور هو راس الحانوت. لا، راس الحانوت حاجه واحده اخرى، وفيها يديروا فيها الكزبر بزاف. دونك الحرور هو يعيطوا حرور النفسه، يستعملوا علاش يقولوا حرور النفسه، يعني يستعملوه بزاف في الطمينه تاع النفسه، ويطيبوا لها به يعني ديامات هذوك كيما شيت حجاج البركوكس باغ اكزومبل. ولا نستعملوا يعني في كامل بزاف اطباق فريمون يمد نكهه رائعه فيها. هي الوصفه هذه وصفه قديمه، دونك نبداو بسم الله. اذا هاد الحرور يتكونوا من 10 انواع مختلفه من التوابل. النوع الاول هو الخنجلان، اون فرونسي يسموه كالونغا هاوليك. وبكري كانوا يديروا فيه تاني القنطس، وهذا القنطس بكري يعني ما كانش متواجد بزاف في الاسواق، دونك ماما عوضته بمكون اخر. وكيسيه تاني الوصفه هي جاتها ريحه، وجدتها فيها بنه مليحه، دونك لا كاردي هاوليك. هي دير في بلاصه القنطس دير نجمه الارض لاني سيتوالي. عندنا القرنفل لي كلو جيروفل، الجينجومبر زنجبيل يابس، الكبابه لي غران دو كوباب هامليك، القرفه دونك لا كانيل لي باتون كانيل، فلفل اسود بوافر نوار، هنا عندنا الهيل، في الجزائر نعيطولو قاع القله اللي هو لاكاداموم، جوز الطيب الالماء الميسكاد، هي كي تشوها تباع هكذا، كي تقشروها تولي هكذا تلقاو داخل فيها الحبه هاد الجوزه هكذا. وعندنا جوزه رقيقه هايليك مانيغيت اسمها فرونسي. كاين ثاني بكري يديروا له العرق الاصفر اللي هو الكركم كركما، انا ما نديرلوش، نوريه لكم كيفاش عامل هاوليك. هذا هو الكركما، دونك عرق الاصفر ولا الكركم. هذا نحبو بزاف، انا نديرو مع بايزوط مع الروز، مي ما نديروش في الحرور. اذا كي تشروهم واش ديروا؟ هاد التوابل تاعكم تغسلوهم تنشفوهم مليح، تحطوهم دابا تغسلوهم، حطوهم ينشفوا، وحطوهم يسخنوا فوق مقله، غير يسخنوا هرسوهم بالمهراس، ومن بعد رحوهم بلو غوبو وصيروهم بالغربال. كي تصيروهم بالغربال تقدروا تخبوهم، لازم تخبوهم يعني في هاوليك كيفاش يجوا هاوليك الحرور، يعني خبوه في وعاء من الزجاج باش يقعد كامل ديك لا سافور تاعو، باش ما تروحلوش الريحه. والمقادير نقول لكم مقادير يعني مضبوطه. شنو هي؟ ديروا 3 كيلات تاع لا كانيل، 3 كيلات تاع القرفه، كيله من كل نوع تاع التوابل، يعني 3 كيلات قرفه، كيله من كل حاجه، ونص كيله من القرنفل. باغ تروحوا عند العشاب باش تشريو، قولوا يمدلكم على سبيل المثال قولوا يمدلكم 100 غرام تاع لا كانيل، 50 غرام من كلش، و25 غرام من القرنفل. فوالا هذا تقدروا كيف تقدروا تاني تغسلوهم وتريحوهم كامل مع بعض. هذه هي وصفه الحرور اللي وعدتكم بها.
ان شاء الله تكون عجبتكم. نتمنى انكم تجربوها وتستفادوا منها كما استفدت منها انايا. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، تشتركوا في قناه شوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب. نقول لكم الى اللقاء والى وصفات مع وصفات اخرى ان شاء الله.